ولا أعظم ولا أجل من الفقه. فقه فهم، فقه ده فهم. هو أنا بعذره إن هو بيقول الفقه سجن، هو مش فاهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا جميعا وأن يرزقنا الفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى الكلام ده إيه؟ من سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، يعني من لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا لم يفقهه في الدين. يعني إيه لم يفقهه في الدين؟ يقوم يجعل هناك حرج على صدره، ضيق في صدره. هو إنسان بيعيش الحالة دي، إنسان تعبان قلق متضايق. هو لما نزل قوله تعالى، الآية بقى، الآية 284 في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ابن عباس قال: دخل الصحابة في قلوبهم من الآية شيء. ليه بقى؟ الآية بتقول إن ربنا يحاسبني على ما يجري داخل الصدر. يعني أنت قاعد في وشي، أنا بقول لك أنت حبيبي وأنت قريبي وأنت جاري وأنت على راسي، وأنا بلعنك من جواي. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للناس جميعا. هو مش شايف هل ربنا هياخدني هيؤاخذني بهذا؟ الصحابة قالوا: أي رسول الله عليه السلام، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والحج والجهاد وهكذا، ولكن دي ما نقدرهاش، مش هنقدر عليه. وسوسة الصدر، ما يجوز داخل الصدور، ربنا يحاسبنا عليه. فسيدنا النبي قال لهم ايه؟ قال له كما قال ابن عباس وغيره، قال: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فنزل جبريل بقول الله تعالى على قلب رسوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى نهاية خواتيم سورة البقرة. ولذلك سورة البقرة دي سورة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يؤثر فيه سحر ساحر، وإذا قرأت في بيت لا يدخله شيطان. سورة البقرة الصحابة جم لسيدنا عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، احنا كل ما بنمر على بيت ثابت ابن قيس ابن شماس بنلاقي فيه البيت ده بنلاقيه بيزهر. يعني ايه بيزهر؟ يعني بيلاقوا مصابيح في البيت ومفيش مصابيح ولا حاجة، بس هما بيعدوا على بيت ثابت ابن قيس ابن شماس يلاقوا فيه أنوار في البيت. فقال لهم سيدنا عليه الصلاة والسلام: لعله يقرأ سورة البقرة. فسألوا ثابت، قالوا: طب بتعمل ايه؟ قال لهم: كنت أقرأ قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه، خواتيم سورة البقرة. فخاتم سورة البقرة ديت لا يكلف الله نفسا إلا، ولذلك لما قالوا: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله بالمعنى: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ولذا السادة العلماء على أن الله تبارك وتعالى عندما استقبل الصحابة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقبول وقالوا: سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل من قبل، الله عز وجل رفع عنهم الحرج وخفف عنهم المشقة ويسر لهم الأمر ومدحهم وأثنى عليهم، بخلاف أخرى قالت سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، فشدد الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك كما ذكرت لكم إن من عطاءات الله تبارك وتعالى لأمتنا أن الله تبارك وتعالى كان يقول للنبي: لا حرج عليك، وقال لهذه الأمة كلها، لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقول للنبي من الأنبياء ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة كل الأمة ادعوني أستجب لكم. وكان يقول للنبي من الأنبياء السابقين أنت شهيد على أمتك، وقال لهذه الأمة المحمدية لتكونوا شهداء على الناس. جاء التيسير وجاءت هذه القاعدة فتخللت حتى في المعاملات، عندما يقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهنا العلماء يقولون لو أنك أدنت أحدا بدين وكان متعسرا وعلمت أنت بتعسره يحرم عليك رفع أمره إلى القضاء أو طلب الحساب والعقاب. لماذا؟ لأنك تخالف نصا قرآنيا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إن كنت تعلم والبلوى قد عمت في الأمة في سلوكياتها